تخيل لما تكون انت رئيس عصابة مجرم وحرامي قتال قتلة واخد البلد بقوة السلاح، أتيت إلى حكم هذه البلاد بالدبابة على دماء وأشلاء الشعب المصري. وتخيل ان انت توصل بيك البجاحة والوقاحة ان انت تجيب جزء من عصابتك وتمسكهم حاجة وتسميها وزارة الداخلية المخصية، قصدي المصرية، في الزريبة حاليا مصر سابقا. وتخيل الأفجر من كده ان انتوا تعملوا صفحات ليكم على التواصل الاجتماعي تبدأوا تهددوا بيها المواطنين المصريين. دي مثلا مجموعة موجودة، وزارة الداخلية المصرية دي المجموعة بتاعتهم اللي موجودة على الفيسبوك، وده أمين شرطة معرس بيقولك من الأمن السبراني، أهو ليكوا للأمن السبراني، اسمه سيد بسيوني، كاتب تهديد لواحد من المواطنين المصريين. لقى الموبايل بتاعه في موقف في اسكندرية، كاتب له لقيت الموبايل دوت في موقف في اسكندرية، لو صاحبه راجل يجي ياخده. طبعا الموبايل زي ما انتم شايفين كده، التهمة اللي ممكن صاحبها يروح ورا الشمس ان هو حاطط الصورة، صورة الخلفية بتاعته الرئيس الشرعي الوحيد لجمهورية مصر العربية خلال 7000 سنة. خلال 7000 سنة لم تنتخب هذه الدولة المنكوبة المركوبة اللي مرمية تحت يعني 7 أرض على إيد العساكر ولاد الحرام غير هو الراجل الطيب المحترم دوت، الوحيد اللي جاب إرادة شعبية بالصندوق، والوحيد اللي أراد إن الشعب دوت يعيش بحرية وبكرامة، ووعدهم إن لو تمن الشرعية حياته فهيقدمها رخيصة علشان يحافظ على البلد دي. إحنا ما حافظناش عليه في الآخر خالص، مستكترين علينا ولاد الحرام إن إحنا نحط صوره في كل مكان، مش بس على خلفيات لتليفوننا. إحنا أحرار، إحنا ده رئيسنا الشرعي والمنصب الانشاغر، هذا السيسي الأراجوز عبد الشيطان السيسي ده لا يمثلني، لا يمثل الشعب المصري. واي تهديد بيتعرض له اي مواطن مصري زي ما انتم شايفين كده بيكون طبعا طبقا على الهوية وطبقا على اعتقادك وطبقا على ان انت مختلف معاهم في الرأي، فممكن تروح في ورا الشمس عشان بس الصورة زي اللي انتم شايفينها دي، صورة نشر صورة، ومش نشرها كمان، ده انت حاططها على موبايلك انت الخاص بتدعم فيها او بتتذكر فيها او بيها رئيسك الشرعي الوحيد لبلدك المنكوبة المحتلة عن طريق الكيان على ايد الاراجوز اللي حاطينه عبد الشيطان السيسي. وكمان بيهدد المواطن المصري. رحم الله شهدنا البطل الدكتور محمد عيسى العياط، محمد مرسي عيسى العياط، ولعنة الله على قاتليه، لعنك الله يا عبد الشيطان يا سيسي.